السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد مع صوت زملكاوي، فيديو هام جدا جدا جدا. وايه اللي بيحصل في نادي الزمالك ده يا جماعة؟ عندنا اخبار ايه النهارده؟ عندنا مجلس الزمالك يحسم مصير كرة القدم، واجتماع مهم جدا يوم الاثنين القادم. ازمة انقطاع عبد الله السعيد، هروب خوان بزيرة، حسام الزناتي على مقربة من نادي الزمالك، الفريق اللي هيقابله نادي الزمالك في الادوار التمهيدية، وقرعة دوري ابطال افريقيا، والعديد والعديد من الاخبار. ولكن ابقوا معنا. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ المركب يا جماعه هتفضل ماشيه، المركب مش هتقف، نادي الزمالك مش هيقع، نادي الزمالك مش هيقفل النهارده ولا بكره ولا بعده. نادي الزمالك بقاله مئات عشرات السنين موجود، وبيقدم تاريخ وبيقدم بطولات وبيقدم لاعبين. اكبر قلعه رياضيه في مصر، فنادي الزمالك هيفضل مستمر مهما حصل ومهما كان. النهارده كان في دوري ابطال افريقيا، القرعه. ولكن قبل ما نتكلم، ننزل نعمل اللايك ونعمل الشير ونشارك في القناه حتى يصلك كل جديد عن اخبار نادي الزمالك. كانت النهارده قرعه الدوري، الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا. الزمالك هيواجه فريق الميناء الجيبوتي، فريق اعتقد ان هو في المتناول. ولكن المباريات بقى اللي يهمنا ان هي هتكون يوم 4 ويوم 5 ويوم 6 سبتمبر القادم في جيبوتي. يعني انت هتلعب خارج ارضك، والاياب 11 و12 و13 في سبتمبر، شهر سبتمبر برضو في مصر. يعني الفرق حوالي اسبوع. هل هيحط لك مباراه في النص؟ يعني يختار لك مثلا يوم 4 يقول لك العب 4 9 و11 9، فتبص تلاقي الفرق مثلا 6 او 7 ايام، فيقوم جاي حاشر لك مباراه في النص. ولكن هيبقى في ضغط كبير جدا عليك. انت مطلوب منك تلعب 3 مباريات وبعدين تلعب الدور التمهيدي، وممكن يحط لك مباراه وبعدين مباراه وبعد كده يتم الايقاف، تلعب في دوري ابطال افريقيا ومباراه وبعدين يتم الايقاف. المباراه الاخرى اللي هي في دور ال 32 بقى، نادي الزمالك لو ان شاء الله يعدي الفريق الجيبوتي، هيقابل فريقين، اللي هو ايجلز الكونغولي وجيش الرواندي. اللي هيكسب منهم هيقابل نادي الزمالك باذن الله. وان شاء الله نادي الزمالك لو لعب بقى هيبقى ان شاء الله في اكتوبر القادم باذن الله. نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك، والاستعداد بقى في المعسكر اللي موجود حاليا، واللي حقيقه انا واحد من الناس شايف ان عليه علامات استفهام كبيره جدا جدا. هو مين يا جماعه؟ هو معسكر ده مثلا اختياري؟ يعني هل المعسكر ده حاجه اختياريه كده، اللعيبه اللي عايز يروح يروح واللي مش عايز يروح يروح؟ من بعد ما اتفتح المعسكر ولقينا فجاه اصل عبد الله السعيد مش موجود. يا راجل ده انت بقالك 70 يوم يا عبد الله، 70 يوم واخد اجازه، رحت صيفت وبعد كده طلعت على اليونان. والزمالك اعلموا قبليها بحوالي 4 ايام، يعني هم اعلموه من يوم الثلاث، قالوا ان يوم الخميس هيتم المعسكر، ويوم السبت ان شاء الله هيتم برضو بدايه المعسكر. يعني هم قالوا يوم الخميس الكشف الطبي والكلام ده، ويوم السبت هيبقى فيه المعسكر. وعبد الله السعيد اعتذر ساعتها، ما عملش الاختبارات الطبيه، وقال لك اصل انا في اليونان. طيب لما رجع عبد الله السعيد برضو ما راحش المعسكر بتاعه. طيب ايه السبب يا كابتن عبد الله؟ قلنا ماشي، يمكن تعبان، يمكن لسه جاي من السفر، يمكن. ولكن اكتشفنا ان كابتن عبد الله السعيد مش عايز يروح المعسكر، لان هو كابتن مع عبد الله السعيد زعلان. وانا واحد من الناس بعز عبد الله السعيد، ولكن عبد الله السعيد هي مش اول مره عبد الله، يعني كذا مره على مستوى الموسم نلاقوا عبد الله كده ليه قمصه غريبه. يعني انا ما شفتهاش مع الاهلي، انا ما شفتهاش مع بيراميدز، ولكن شفتها مع الزمالك بقى في كذا مباراه او في عده مباريات. نلاقيه عمل حركه كده، شاط ازازه، طلع اتنرفز، طلع اتضايق. انت راجل كبير واحنا بنعاملك ككبير، احنا بنعاملك ككابتن من كباتن نادي الزمالك، وبنقولوا عليك اسطوره، وبنقولوا ان احنا جاي لنا اسطوره. فما تخليناش بقى يا عبد الله نزعل منك، ما تخليناش نتضايق منك. انت مش ولا انت الجفالي ولا انت شيكو بنزا ولا انت، ده احنا بنقول عليك ان انت ملتزم. فرجاء من عبد الله السعيد ان هو يكون ملتزم. وبعدين مش انت اللي المفروض تزعل، ده انت لسه في مصيف بسم الله ما شاء الله، ولسه جاي من اليونان. انما اللي يزعل بقى عيل صغير مثلا داخل التدريب ولسه بادئ في مقتبل حياته، او لعيبه مستنيه الفلوس ديت اللي هي الاقساط اللي عليها. وبعدين حتى المجلس، يعني انا مش بتكلم بقول كده، يعني بتكلم في حق المجلس ولا، ولكن المجلس برضو يمكن هم ليهم 30% من المستحقات، اداهم النص من السنه اللي فاتت، اداهم نص المبلغ، يعني اداهم 15% من المستحقات، وقال لهم قبل اول مباراه في الدوري هتكون واخد مستحقاتك. طب انت ايه مشكلتك يا عبد الله؟ انت ايه مشكلتك يا عبد الله؟ فرجاء ان هو يعيد بقى تفكيره ويعيد نفسه من اول وجديد، ويبتدي بقى يحسبها حسبه صح، لان جماهير الزمالك شايلاك وحطاك في حته تانية يا كابتن عبد الله السعيد.
على بقى والاجتماع الحاسم القاسم الكاسر الماسر، اجتماع مجلس اداره نادي الزمالك يوم الاثنين. في اجتماع قوي جدا 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 مجلس اداره نادي الزمالك، وانا قلت لك ان شركه الكوره هتتم ان شاء الله. يمكن هم حاولوا ان هم خلال الفتره اللي فاتت ديت يقفلوا الموضوع شويه، ولكن قلت لك امبارح ان في عرض اماراتي جاي وبفلوس كويسه جدا جدا جاي لنادي الزمالك، وفي اجتماع الاثنين الجاي هيتم تحديد بقى النسب. لو النسب يا جماعه اقل من 50 بالنسبه للمستثمر، يبقى في الحاله دي هو مش محتاج الجمعيه العموميه في اي حاجه. لو اعلى من 50 فيحتاج الجمعيه العموميه. هنتكلم عن المدير الفني في الاجتماع، هنتكلم عن قضايا الزمالك والزمالك خلص فيها قد ايه، هنتكلم عن مستحقات اللاعبين، شركه الكوره وايه اللي هيحصل فيها خلال الفتره اللي جايه. اتمنى ان موضوع شركه الكوره ده يمشي، لان هيبقى فارق، وانا شرحته بالتفصيل في الفيديو بتاع امبارح. تابع فيديو امبارح علشان تشوف تفاصيل شركه الكوره، واجتماع مهم جدا جدا، وهنشوف بقى مردوداته، وهنشوف اللي هو الاجتماع وصل لايه في موضوع شركه الكوره. تعالى بقى، والعديد عندنا النهارده اخبار كتيره جدا جدا جدا، ولكن ننزل اعمل اللايك واعمل الشير وشارك في القناه حتى يصلك كل جديد. وزي ما انا بدات معاك وقلت لك، هو احنا يا جماعه يعني المعسكر بتاعنا دوت، يعني هو القصه ماشيه ازاي؟ يعني هل هو الموضوع اختياري؟ شيكو بنزا بيتصور مع بنته امبارح وهو حاطط السكاته في بقه، وبنته السكاته في بقه، ونايم على السرير ولا في دماغه. الجفالي، احمد الجفالي، اللي بقاله سنه احنا ما بنشوفوش وما لعبش مع الزمالك ربع ساعه على بعض، داخل في سنتين دلوقتي، يقول لك اصل الباسبور بتاعه خلص فهو مستني يعمل باسبور. طب يا جماعه فين الكلام ده؟ شيكو بنزا بيقول لك اصل انا في البرتغال وبخلص الاقامه بتاعتي، والقصه والحكايه والفيلم والحدوته. طب ولغايه امتى القصه دي؟ نخش منها على الاخ اخوان بزيره. واخوان بزيره يا جماعه والده ووكيله ومحاميه واخوان بزيره نفسه، الكل عمال زي ما بيقولوا كده بيلاوع نادي الزمالك. نادي الزمالك انا حكيت لك الحكايه وقلت لك اتصل بيه واتصل بالوكيل بتاعه، الوكيل بتاعه طب شويه، طب مش عارف ايه، طب ايه طب ايه. نادي الزمالك حاطط جون ادوار زي ما بيقولوا بطريقه غير مباشره كده ان هو سبب في القصه اللي بتحصل ديت. لذلك احدى اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك اتصل بعبد الرحمن اسماعيل اللي مع جون ادوار، قال له انا عايز اعرف القصه والحكايه، وكلم لي الوكيل انت بقى وشوف لي بزيره ما جاش لغايه دلوقتي ليه. المهم بعديها تواصل معاه عبد الرحمن اسماعيل، قال له ان هو جاي له عرض واللاعب مش عايز يجي. كلام جميل وكلام حلو، بس برضو مجلس اداره نادي الزمالك يا جماعه خبى برضو وقال لك اصل العرض كان ب 2.5 مليون و3 مليون وقصص وحكايات. وطول ما احنا بنتعامل مع المجلس بتاعنا بنسمع قصص وحكايات، بنسمع قصص وحكايات ونكتشف قصص وحكايات تانية خالص. فالعرض انا جيت قلت لك ان العرض كان حوالي 2.5 وهم رفضوه. هم ما رفضوهوش، هم قالوا له العرض قليل فما قفلوش السكه ديت. فالنادي اللي هو اهلي دبي جه في اخر الموسم وقال لهم طب احنا هنوصل العرض ل 6 مليون جنيه، 6 مليون دولار خلال الفتره اللي فاتت ديت. ولكن الزمالك برضو ما ردش لانه اللاعب مش في ايده، وما ردش على نادي اهلي دبي عشان يشتروا اللاعب. فالموضوع مفتوح مع اللاعب ومفتوح مع النادي. ما النادي بيتكلم بيقول له انا بعت للنادي بتاعك ان هم عايزين ان احنا عايزين نشتريك، وفي نفس الوقت النادي عارض على اللاعب 4 اضعاف اللي بياخده في الزمالك. اللاعب بياخد معاك 400,000 دولار، وال 400,000 دولار في النادي اللي هو كان بيلعب فيه ما كانش بيشمهم، كان بياخد 120,000 دولار. جه عندك بقى بياخد 400,000 دولار في السنه. بص لقى نفسه اضرب في 4 ولا في 5 هياخد له 1.5 مليون في السنه. فاللاعب طبعا جاله حاله هوس، ايه ده الفلوس دي كلها؟ ولا بقى الفانيلا ولا التيشيرت ولا الزمالك، كل القصه دي خلاص مفيش الكلام ده. انت اللي معاك زي ما بيقولوا كده ايه مبدأ القوه. بص المصطفى محمد عمل ايه ونادي ننت عمل ايه. اللاعب راح ما جاش ولا في بقى عرض ولا في نيله، اللاعب فجاه اختفى. نادي ننت طلع وقال لك هتنزل عليك عقوبات لان انت مرتبط معانا بعقد. فانا ماليش فيه ان انت مضيت ب 400,000 دولار، انت ماضي لي ب 400,000 دولار وانت وافقت على كده ومضينا مع بعض لمده 4 سنين، تقعد معانا 4 سنين وبعد كده تمشي بقى تغور في داهيه. دي مش مشكلتي، لان في ما بيننا وما بين عقد، ما بيننا وما بين بعض عقد، وانت كنت طاير من الفرحه. فالزمالك دلوقتي فات سنه، فاضل لك يا اخوان بزيره 3 سنين، تيجي تقعد معايا سنه معزز مكرم وبعد كده اشوف لك اي بيعه وتوكل على الله مع السلامه يا غالي. انما تيجي تلوي دراعي دلوقتي وانا عندي ايقاف قيد تاديبي وما عنديش اي لعيبه. ده جماعه، ده حسام عبد المجيد مشي، ناصر ماهر مشي، دونجا مشي، كمان خوان بزيره مشي. طب وبعدين؟ طب انا هلعب بمين؟ مين اللي هيلعب يا جماعه؟ مين اللي هيلعب دوري ابطال افريقيا مع فرق تقيله جدا جدا جدا؟ مين اللي هيلعب في الدوري مع فرق زي الاهلي دي ولا فرق زي بيراميدز؟ انا كل اللعيبه التقيله اللي عندي مشت، ده اللعيبه اللي موجوده كلها دكه.
هلعب بمين في المباراه؟ فكون ان انت هتمشي اخوان بزيرة دلوقتي دي في حد ذاتها مشكله فنيه كبيره جدا. وهتقول لي هيجي استفاده ماديه، انا هستفاد 6 مليون ولا 7 مليون ولا 8 مليون؟ كل ده يا باشا هيجي يروح، لان نادي الزمالك عليه 6 مليون فلوس قروض، هو مقترض بضمان الارض، دي رقم واحد. رقم اتنين ان انت عليك 4 مليون دولار بعد كده. فال6 مليون دول يا دوب بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا بنقزقز، يا دوب شويه مستحقات لعيبه واقساط عليك. انت لسه الشهر الجاي، انت حسين مصدق لسه هنتكلموا في الموضوع ده دلوقتي، وعليك اقساط الشهر الجاي شوف قد ايه. فال6 مليون دولار دول مش هيفيدك بحاجه، ولكن لاعب زي ده هيجيب لك دوري ابطال افريقيا. فانت هتعمل ايه بقى في دوري ابطال افريقيا؟ انت كده في المجموعات يعني هتبقى رابع، هتبقى راجع حصاله في المجموعه بتاعتك بالمنظر ده. ده انت لو وصلت اصلا لدوري ابطال افريقيا، لسه قايل لك دلوقتي ممكن تقابل الجيش الرواندي. الجيش الرواندي كل الفرق دي ما تستاهلش فيها. دوري ابطال افريقيا يا جماعه تقيل جدا كلاعب، فالفرق دي ما هتعدي بالعافيه وتخش بعد كده في مجموعه تتكعبل والدنيا هتتكعبل معاك. فانت تفكيرك ايه كمجلس اداره نادي الزمالك؟ وان بزيرة ما ينفعش يمشي، لازم انت تكون ناشف معاه في التعامل، ابعت له انذار في انذار في انذار، اشتكي دولي، اللاعب غصب عنه هيجي لك. انما انت طول ما انت متراخي، انا كده بحس ان الموضوع على هواك، وان انت فعلا عايز اللاعب يمشي من نادي الزمالك وتاخد المليمين وشكرا، ونبقوا زي الاسماعيلي بقى، كل اللعيبه اللي عنده مشت وباقي الناشئين بيع 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 بيع، بس لقى نفسه بقى على الارض، نزل درجه ثانيه. اللي بيحصل ده يا جماعه ما ينفعش، ما ينفعش. تعالى بقى النهارده غاضب جدا في الفيديو ده. انا النهارده يعني دايما ببقى متفائل، غاضب جدا. النادي البرتغالي بقى يعني تحس في حاله انفصام ما بين واللي احنا وصلنا فيه ده. برضو مجلس الاداره رمى الكره لجون ادوارد. جون ادوارد بيتصرف يعني ايه، هو معاه كل التفاصيل، هو اللي بيتصل بالوكيل، لدرجه ان هم عايزين يوصلوا للوكيل واللاعب اتصلوا بمحمد اسماعيل اللي مع جون ادوارد عشان يتواصل لهم مع طب انتوا يا جماعه، انتوا حاجه زي كده انتوا مش عاملين حسابها ازاي؟ يعني المفروض ان هو يبقى معاه حد، هو مشي يبقى الحد ده موجود، او حد من مجلس اداره نادي الزمالك متابع الشغل بتاعهم كله، او التليفونات والتواصلات تتم عن طريقه، عشان لو حصلت حاجه زي كده يبقى هو يقدر ان هو يتواصل. تعالى قصه ثانيه وحكايه ثانيه، النادي البلغاري. النادي البلغاري يا جماعه من ساعه توقيع اللاعب اللي هو حسام عبد المجيد هيمضي النهارده، قدامك 21 يوم عشان تدفع، المفروض ال 21 يوم يخلصوا النهارده. هل النادي البلغاري هيدفع لنادي الزمالك وبعد كده نادي الزمالك يبعت انذار وبعد الانذار يشتكي وعايز له 45 يوم؟ حلني. وما يقال بقى اني والمجلس بقى باعت يستفسر من الشؤون القانونيه والوضع والقصه، لان برضو مش هم اللي عملوا العقد ده، اللي عمله جون ادوارد قبل ما يمشي. فجماعه ايه اللي احنا فيه ده؟ ويقال برضو ان هو قسطين، يقال برضو ان هو قسطين مش قسط واحد، قسط وبعديه قسط ب3 اشهر او 6 اشهر. فاللي بيحصل ده يعني مش عارف اقول ايه ومش عارف اتكلم ازاي، ويعني اهمال 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 وشيء صعب جدا. خبر سعيد، وصلاح مصدق يا جماعه ابدا مرونه، وممكن ان هو الراجل يعني ممكن ان هو يصبر على شهر على نادي الزمالك، ولكن انت بعد شهر عليك قسط ساسي وعليك قسط فرجاني ساسي ونضاي. هتعمل ايه؟ 400,000 دولار، والنضاي شوف قد ايه والساسي قد ايه، يعني بتتكلم في مليون جنيه مثلا، مليون دولار. انت بتتكلم الاسبوع الشهر الجاي انت عايز مليون دولار. في المفروض ان خلال ساعات الفلوس بتاعت الكاف هتوصل نادي الزمالك، نتمنى ان هي تسد ازمه كبيره مع الفلوس بتاعت النادي البلغاري اللي قلنا احنا هنبيع اللاعب عشان نحل مشاكلنا. لغايه دلوقتي مشاكلنا ما اتحلتش، واللاعب راح ولعب وعمل معسكر تدريبي وعاش حياته، واحنا لسه مشاكلنا زي ما هي ما اتحلتش. بالنسبه لجماعه محلل الاداء البرتغالي، هو يوصل ان شاء الله، هيبقى متواجد باذن الله في المعسكر خلاص، يعني النهارده يا بكره. المدير الرياضي انا قلت لك المجلس الجميل بتاعنا مش هيبقى حائط صد، يعني هو عايز يجيب المدير الرياضي عشان يبقى حائط صد، هو يمسك الموضوع كله من اوله. هو بص، احنا عندنا كارثه. ايه الكارثه؟ ان احنا عندنا يعني مجلس رجال اعمال، بكلمك جد والله، احنا مشكلتنا ان احنا عندنا مجلس رجال اعمال، فهم متعودين ان هم دايما بيشغلوا الناس، فانت استحاله هيبقى مجلس رجال اعمال هيحل لك اي مشاكل. ليه؟ لان هم ما حدش فيهم زي ما حدش بيمسك حاجه، هو بيشغل ناس. فالمجلس اللي معانا كله ولا عارف يشغل الناس ولا عارفين هم يشتغلوا. هي دي مشكلتنا في نادي الزمالك، ولا هم عارفين يعملوا دي ولا هم عارفين يعملوا دي، مع احترامي ليهم. فكون ان انت تجيب المجلس كله رجال اعمال ده نوع من انواع يعني التجربه اثبتت ان هو نوع من انواع الفشل. انت لو هتجيب هات 2 ولا 1 ولا 2 رجال اعمال، والباقي يبقى يا اما كباتن يا اما ناس مشاركه يا اما مش عارف ايه عشان حد يشتغل، انما كلهم رجال اعمال ما حدش هيشتغل. فهي دي مشكلتنا في نادي الزمالك، ان المجلس كله رجال اعمال، ولا قادرين يتواصلوا ولا قادرين يعملوا كونكت مع الناس ولا قادرين يقعدوا في قعدات تفاهميه ولا اي حاجه.
تعالى بقى وقرعه الذكاء التايواني، والقرعه امبارح يا جماعه يعني فضيحه، فضيحه. يعني كون ان اللي هو اللي ماسك الجزء الاعلامي او ان هو طلب الراعي طلب اول مباراه للزمالك ان هي تكون هي بدايه الدوري، وتبص تلاقي ان انت معاك الاتحاد نادي شعبي. فدي يعني ولا في الاحلام، فاهمني ازاي؟ يعني حاجه زي كده ولا في الاحلام. لما تبص تلاقي ان اكتر من حوالي 60% كلهم نوادي عاديه، نوادي شركات، وحوالي 40% يمكن اقل والله من 40% كمان، ويجي لك الاتحاد في قرعتك كده. فدي الصراحه يعني غريبه، عليه علامات استفهام. دي حاجه. الحاجه الثانيه، تبص تلاقي نادي الزمالك ليه 7 مباريات خارج ارضه. تبص تلاقي هيلاعب في المحله في المحله، والجونه في الجونه، وبترول اسيوط في بترول اسيوط، وسموحه والمصري هيلاعبهم هنا في اسكندريه، والسيراميكا والقناه، يعني سيراميكا والقناه في القناه. فتبص تلاقي ان هو 7 مباريات للزمالك و3 مباريات فقط للاهلي. هيروح يلاعب المصري، وهيلاعب اعتقد سموحه، وهيلاعب المحله والجونه. فتبص تلاقي 3 مباريات فقط لا غير للاهلي، والزمالك 7 مباريات بالذكاء الاصطناعي. فغريبه جدا. طب ليه ما حصلش العكس؟ ليه دايما ما بيحصلش العكس يا جماعه في القرعه، بالذات في المباريات اللي هي خارج الارض دي؟ ليه دايما السنه اللي فاتت ما حصلش العكس، والسنه دي ما حصلش العكس؟ فقصه الذكاء الاصطناعي دي ده حوار كبير قوي، والحقيقه انا ما مش داخل دماغي بساج. نقفل بقى الصفحة ديت، وتعالى خبر بقى مهم جدا جدا قبل ما نتكلم. اعمل اللايك واعمل الشير وشارك في القناة حتى يصلك كل جديد. مفاجأة بقى النادي المصري، والنادي المصري قال لك ايه؟ ومن جهة اخرى علمت المصري اليوم، يا سلام دخلة جامدة، أن وزارة الشباب والرياضة ومصلحة الضرائب تبحثان مراجعة العقود التي تم توثيقها خلال الفترة الماضية، والمطالبة بالكشف عن عقود الرعاية الموقعة بين اللاعبين وشركات الرعاية والإعلان، والتي يكون النادي أو شركة الكرة طرفا فيها، للقضاء على ظاهرة العقدين. خاصة أن هناك تقديرات أولية بأن هناك ما يقرب من 800 مليون جنيه حقوق مهدرة للضرائب. ده أقل حاجة يا جدعان، ده 800 مليون جنيه دي في لاعب واحد. يعني الأهلي عنده لاعب واحد مثلا ب 800 مليون جنيه واتحاد الكرة وجهات حكومية أخرى نتيجة العقود الغير موثقة بشكل كامل. يعني عايز أقول لك الأهلي ده بالعقود اللي بيعملها كل سنة مثلا، ممكن الدولة مثلا ده لوحده ده 800 مليون جنيه. تعالى بقية الأندية بتعمل زيه، هتلاقي مثلا يعني الأندية كلها بالأهلي كده، ممكن بالاهلي واقل كمان. فالاهلي ده لوحده 800 مليون جنيه العقود المهدره، كميه العقود اللي هو بيعملها. ففي حركه مهمه جدا، وانا كلمتك في الكلام ده وقلت لك في لجنه نزلت اتحاد الكوره وشافت الموضوع ده، وشافت العقود وخدت صور منها، وبدات ان هي تدور ورا النادي الاهلي في موضوع العقود ده، وبداوا يبصوا فيها ومهتمين جدا بالموضوع، وعايزين الامور بيتم هيكلتها علشان الفلوس اللي هي بتخش ديت او اللي بتضيع على الدوله. بهذا الخبر ينتهي الفيديو. لو محتوى عجبك انزل اعمل اللايك واعمل الشير وشارك في القناة حتى يصلك كل جديد. دمتم سالمين.